صدمه. شفت اللي سوى لاعبين المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو؟ هذا الشيء لو مخطط له ما بيصير زي كذا. في مباراه ارمينيا ضد البرتغال التي تم استبعاد منها كريستيانو رونالدو بسبب الكرت الاحمر، قرروا لاعبين المنتخب البرتغالي انهم يقدموا افضل مباراه في مسيرتهم. اي والله، وهذا اللي صار في المباراه. برونو فرنانديز سجل هاتريك، وجواو نيفيز سجل هاتريك. وهذا معناها ايش؟ معناها هاتريكين من لاعبين في مباراه واحده، وهذا شيء نادر في كره القدم. وفوقها مدافع ريناتو سجل هدف. وكمان انتهت المباراه بنتيجه كم؟ 9-1. 9 يا جماعه، 9. من متى تشوفوا مباراه تنتهي ب9؟ مباراه رسميه. اي والله هذه صارت بدون كريستيانو رونالدو. وتأهل المنتخب البرتغالي لكأس العالم للمره التاسعه بنتيجه 9-1. مش طبيعي. وكأنهم يقولوا رونالدو نحن شوف كيف المنتخب بدون كريستيانو رونالدو. يا جماعة الخير، لا تنسوا انه قبل كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي تأهل كأس العالم 3 مرات، ومع كريستيانو رونالدو تأهل 6 مرات. 6 مرات ما نجح هذا الشيء، وهو هداف التصفيات. ولكن الحمد لله انه المنتخب البرتغالي تأهل كأس العالم. واتمنى من لاعبين المنتخب البرتغالي الاداء اللي قدموه في مباراة ارمينيا يقدموه في كأس العالم مع كريستيانو رونالدو. بس والف مبروك التأهل.